Oke guys, jadi gue mau jalanin jalur hadiah ya guys ya. Klaim tuh. Antonio Silva. Kedua. Ketiga. Stakio. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Nah, main nih 103 nih, come on. Mecele. Kedelapan. Kesembilan. Terakhir 10. Nah, sudah guys. Kita klaim Alaba. Kita sambut Alaba. Austria itu ya. Alaba bos 10 juta adik-adik. Next berarti Akanji ya adik-adik. Ini udah 3. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subrek juga ya adik-adik ya. Bantu ke 1000 subbreaker guys. Oke, terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah share, yang udah subscribe. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Dan semoga kalian sehat selalu, amin. Bye bye.
نبحث المباراة كبيرة، نتمنى من مشاهد جمال كرة القدم، نريد أن نستمتع بكل دقيقة تنقضي. تشيلسي أو الأسود اللندنية دائما ما يقترب كثيرا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، لكن دائما ما كان معاني في الأمتار الأخيرة وتضييع البطولة. في 2012 نجح أخيرا، نتذكر ذلك الجيل، نتذكر دروجبا، نتذكر الفريق اللندني الذي توج بلقب المسابقة. كرة تستمر من أقدام هاري كين، كرة تتجدد من فان دايك، ليونيل ميسي، جابرييل جيسوس، توصل التقدم في المباراة، عدت مرت التقدم يأتي، هدف الافتتاح، هدف يشعل الأجواء. يا الله على البداية، هدف أول للجولان، تقدم الآن بهدف مقابل الشيء، تدخل بخلف الكرة، ديفيد ألابا، حارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة، تمريرة تكون قريبة وتخرج من الملعب إلى رمي التماس. سون متقدم على الخصم، فينيسيوس، فرصة خطيرة هنا، تغيير اتجاهها والكرة تخرج إلى ركنية، والكرة في المرمى، هدف التعادل يأتي من البارسا. شوف الآن إعادة كرة الهدف بداية من الكرة العرضية، وعندما يأتي الإنهاء في المرمى برأسية جميلة مقبلة تحرك الشمال، هدف تأتي للكفة، تعادل إيجابي 1-1. تأتي الآن صفرة نهاية شوط المباراة الأول. البارسا يبدأ الشوط الثاني، لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. جابرييل جيسوس، ليونيل ميسي، والتدخل والكرة رمي التماس، ليونيل ميسي، ستيفن جيرارد، بقطع ممتاز في الكرة قبل أن تصل الخصم، يتقدم بالكرة للهجوم، كرة خطيرة، على الطاير حطها، على الطاير سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. شوف لقطة الهدف من جديد، شوف المهارة، شوف الثقة، شوف الروعة، شوف التسديد على الطاير مباشرة بالمرمى، لا تصد ولا كرة. تقدم مباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين هدف. تمريرات حلوة وكرات ملعوبة من برشلونة، كانت خطيرة جدا، كان ممكن تكون هدف لكن ضاعت، الآن تتحول إلى ضربة مرمى. سون، جابرييل جيسوس، إلكاي جوندوجان، إلى هذه محاولة بهدوء وبدون تسرع. لمسان الحكم يعلن وجود تسلل في هذه الكرة. تشيلسي يجري تأخيرا في هذه اللحظات. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. أشرف حكيمي، هاري كين، برناردو سيلفا، مستحيل عادوا في وقت لا يعود فيه إلا الكبار، لم يرفعوا الراية البيضاء بالروح، المباراة ما تروح. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء، نعود إلى نقطة البداية من جديد. والآن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، الصافرة تعلن عن تعادل تشيلسي في مباراة اليوم، لكن صعب تتقبل عنه وأن تكون التعادل.